الأطفال ضعف السمع والأنشطة الاجتماعية. الأطفال اللي عندهم ضعف سمع ساعات بيلاقي نفسهم بره اللعب، غير باقي الأطفال اللي بيشاركوا في النوادي وفي الرحلات. الطفل مش سامع التعليمات كويس أو ما يلحقش الضحك والكلام اللي بيتقال، وده بيخليه يبعد نفسه، يحس بالوحدة أو حتى يتوتر ويخاف يشارك مرة تانية. العزلة دي مش بس لحظية، دي بتأثر على ثقته في نفسه وعلى علاقاته الاجتماعية على المدى الطويل. علشان كده الأهل لازم يتصرفوا بسرعة، يكونوا مع ابنهم من البداية، يساعدوه يفهم اللعبة أو النشاط، وكمان يتواصلوا مع باقي الأطفال، يتكلموا معاه بوضوح ويشاركوه في اللعب بدون ما يحسسوه بالإحراج. ولو هو ما فهمش التعليمات من أول مرة، يشرحوا له بهدوء ومن غير عصبية، شجعوه على المشاركة مهما كانت بسيطة. كل مشاركة بتقوي ثقته في نفسه. أما بقى الحل الطبي، السماعة الطبية بتخليه يفهم التعليمات، يرجع جزء من الضحك والحياة الاجتماعية اللي هو فقدها. في الصفوة السماعات الطبية احنا بنساعد الأطفال يعيشوا كل نشاط اجتماعي بحرية وبثقة وبفرح من غير عزلة أو إحباط. تواصلوا معانا دلوقتي وخلي طفلك يشارك العالم اللي حواليه بكل طاقة وبكل حب. استنونا في الحلقة الجاية، هنتكلم عن الطفل اللي بيتعرض للتنمر بسبب ضعف السمع والضحكة اللي بتوجع أكتر من أي كلمة.